ازاي جزيرة في صعيد مصر تبقى دولة وكمان مسموح فيها بكل الجرائم، تجارة سلاح ومخدرات؟ الستات والأطفال فيها بيزرعوا أفيون ويوميتهم جاية من زراعته، المصدر الرئيسي للدخل اللي فاتح كل بيوت الجزيرة، نظام اقتصادي عامله الكبير ومشغل أهل الجزيرة في تجارته الشمال لأنه عايز حكم استقلال عن الدولة ويكون للجزيرة حكم ذاتي وما يكونش في حكومة في مملكته، وبيقول على نفسه من النهاردة مفيش حكومة، أنا الحكومة، ومشيل الأطفال سلاح وعامل دولة جوه دولة، مأمن نفسه من كل حاجة، وقانونه مش مكتوب بمستشارين، القانون هنا الكبير بيكتبه بطلقة. ده اللي شفناه في فيلم الجزيرة لما كل شخصية اختارت مصيرها بنفسها ووصلت منهم ناس للموت. الفيلم بيوريك ازاي الانسان ممكن يتحول لوحش لما البيئة تجبره على كده او لما يستخدم البيئة كمبرر لشره. ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة في تحليل وشرح فيلم الجزيرة، فيلم من اخراج شريف عرفة وكتابة محمد دياب. فيلم الجزيرة ما كانش مجرد فيلم الأرض أهلها محوطينها من كل الجوانب بدل المية عشان تتسمى جزيرة بجد. ده كان فيلم عن الاختيار لمصير جمع شخصيات ملهمش علاقة ببعض وفي الآخر اتقابلوا، ومخلية بينهم حقيقة مخفية وما تعرفش مين مع مين أو مين ضد مين. الحقيقة اللي منصور قال عليها عندنا يا بيه محدش بيقول لغريب الحقيقة، بتفضل مدفونة جواه، ودي جملة تخليك تدور وراه وتعرف هو مين. زي لما الضابط بدأ يدور عليه من أول الفيلم بسبب إنه وقف قطر الصعيد والخبر نزل في الجرايد، والسؤال هنا مين منصور وشكله ايه، لحد ما ظهر منصور في استراحة الضباط في مشهد مضلم ويخرج من الضلمة تحس انه جاي من مجهول ووشه كان مضلم من الجنبين. في تفصيلة اخراجية بينت انه مستخبي في الضلمة ومحدش يعرف عنه حاجة وممكن يطلع من اي مكان، ولما طلع خطوة لقدام ظهر وشه مقسوم نصين، نص ضلمة ونص نور، كدليل على صراع بين حاجتين عكس بعض جواه، وكأن في حاجة او سر عايز يطلع بس ما ينفعش لان السر بيورثوه. جد منصور قالها لابوه وابوه قالها له وهو قالها لابنه، وبعدها يختفي في الضلمه زي ما دخل. ايه بقى حكايه منصور وايه حكايه عيلته اللي عامله قلق في مصر كلها دي؟ في مشهد تقديم العيله في حفله رجوع منصور من الجيش وتنصيبه الكبير للجزيره، اسلوب استخدمه شريف عرفة من فيلم ذا جاد فازر، نفس المشهد اللي حصل في فرح بنت الدون، وبنفس الاسلوب بنعرف عيله منصور بقوتها وتفاصيلها زي ما عرفنا عيله كورليوني. ويدخل منصور على عيلته وهو لابس لبس المدينه مش داخل بالعبايه الصعيدي، كدليل انه بعيد عن نشاط العيله وانه لسه ما بقاش زيهم، وبيذبحوا عجول وعاملين اكل احتفال بالكبير الجديد اللي لسه ما بقاش جديد، ويختم ايده وايد ابوه بدم الذبيحه على الحيطه. في تفصيله بينت ان هما الاتنين ايديهم ملطخه بالدم، وبعدها لبس العبايه الصعيدي لتقديمه للمهمه ان هو بقى الكبير الجديد رسميا من بعد ابوه. اختيار منصور انه يكون كبير بدل عمه ما كانش اختيار عشوائي، ده كان بسبب ذكائه، وده ظهر في مشهد التحطيب بينه وبين عمه لما عمه تقل عرف اللعب شويتين عشان يحرجه قدام الناس، ومنصور بذكاء ضرب اللمبه اللي فوقه، عمه بص لفوق وفي ثانيه حط العصايه على رقبته وكسبه بخدعه ذكيه وبسيطه. المشهد ده بيقول لنا ان منصور عنده مهارات مش عند اي حد تاني من سكان الجزيره، ذكي ومتعلم وبيفك الخط، والجزيره الفتره الجايه محتاجه العقل مش بس العضلات. وفعلا ذكائه غير شكل الاجرام في الصعيد لما الحكومه حطت ميكروفونات في بيته بعد ريحته ما فاحت، وطلع مركب جهاز تشويش يمنع اي حد انه يسمع عنه حاجه حتى لو حد زرع له مايكات جوه بيته. الحس الامني عالي جدا عند منصور وعرف مين اللي دخل بيته وعمل ايه بالظبط، بالرغم من الحركه دي حصلت في عز الليل والناس نايمه، وسمعهم اللي هو عاوز يقوله وقال احنا خدامين الحكومه. مشهد اكد فعلا على الفرق بين منصور وعمه في التعليم وتفتيح الدماغ. عمه استغرب من الجهاز الغريب ده ورد عليه يعني لو قلت لك هتفهم. اختيار منصور ما كانش عشوائي، ده كان طريق ابوه رسمه له من يوم ما اتولد. بس خلينا نتكلم عن ابوه قدام. اجرام منصور مبني على العلم والمعرفه عشان يطول بيهم عمر جرايمه، ووصلته انه ينفذ جرايمه ببرود اعصاب للدرجه اللي وصلته يقول لك ان احسن شغل تعمله لما تكون الحكومه حاطه عينيها عليك. ده حتى المايكات اللي جوه بيته اللي كانت مزروعه ما شالهاش ولا حتى دور عليها، عشان ببساطه هو عارف ان لما جهاز التشفير بتاعه شفرته تتفك ساعتها هيسمعهم اللي هو عاوز يقوله مش اللي هم عاوزين يعرفوه. تحس انه بيلعب على بيانو مش بيدير نشاط اجرامي، بيهدد الدوله بحالها. عنده حاله من اللامبالاه ونرجسيه مرعبه للدرجه اللي وصلته يشوف كاميرات الحكومه بتراقبه يقف قدامها ويتصور عادي جدا ويقول لهم في حاجات تخصكم متعلقه على النخل بتاعي عايزينها ولا اكسرها، ولو عايز تصورني صورني انا قدامك اهو، ولو جيت تواجهه باي جريمه من جرايمه اللي عملها يقول لك هات دليل واحد ان انا
انا اللي عملت كده، ويد اهي حط فيها الكلبشات. النرجسيه دي خلته انه يصدق كذبته ان روبن هود الصعيد اللي بياكل غلابه ويحميهم، ووصلت بيه الجرأه انه يوقف قطر الصعيد لما عرف ان كريمه حبيبته كانت هتهرب. ونروح لكريمه النسخه الحريمي من منصور. شخصيتها اتقدمت بطريقه عبقريه جدا. في اول مقابله ليهم بعد ما رجع من الجيش وقفت تحطم قدامه ند بند، وبدل ما تشوف على انها بنت رقيقه تسمعها بتقول ابويا بيقول عليا ان انا بنت على اخين انا ارجلهم. التحطيم هنا عرفنا انها بنت كشكل وانها راجل في طباعها. كريمه هي نقطه ضعف الوحيده لمنصور اللي هتوقعه في النهايه لما اهلها استغلوا الحب ده وعملوا كمين لمنصور وسربوا خبر انها هربت في القطر عشان يوقف القطر ويورطوه مع الحكومه. وعشان منصور يوصل المرحله دي من الجبروت كان لازم يكون في الاب او المؤسس علي الحفني، الراجل اللي بيموت في اول الفيلم بس روحه ودروسه بتفضل ساكنه في كل مشهد، لانه ببساطه كان راسم مستقبل منصور من وهو عيل صغير وبيحضره انه يكون الكبير من بعده. علمه من العصايه للبندقيه ودخله مدارس، وان الكبير لازم يكون كبير لوحده. انت اتكتب عليك تكون الكبير يا منصور. والوقت اللي فاضل في عمر علي الحفني يا دوب يبدا يحضر الكبير من بعده ويعرفه قوانين الشغلانه، واولهم انك ما ينفعش تقع يا منصور. القانون التاني، كل شخص له قانونه والاقوى دايما قانونه صح. لازم تكون قوي يا منصور عشان يكون قانونك هو اللي صح. القانون التالت، ازاي تتعامل مع الحكومه، تخدمهم يخدموك، تشيل عنهم يشيلوا عنك. 4، قانون الرحمة، ان الرحمة للي زيهم في الدنيا وبس، لانهم عايشين على امل ان الرحمة تيجي من عند اللي خلقهم. وان ايه يعني ان احنا بنبيع افيون؟ طب ما الحكومة بتبيع في الصيدليات والمستشفيات. بنبيع سلاح، تبيع حتة سلاح يقولوا عليك مجرم، تبيع 1000 يقولوا عليك وزير. علي الحفني هو اللي حط القانون لكل اهل الجزيرة وعلم القوانين دي لابنه عشان يمشي عليها من بعده، وانه بكده بيعلم ابنه القسوة وان هي الدرع الوحيد اللي يقدر يحميه. مات علي الحفني وساب وراه وحش قادر يقف قدام اي حد وقوته ملهاش اخر. بس زي ما ابوه ساب له حكم وفلوس وارض، ساب له كمان خلافات مفتوحه مع عيله النجايحه. واخطر واحد فيهم ومنافس منصور هو محمود، اللي بدا يلعب من ورا ظهر منصور من ايام ابوه ما كان عايش، يتحالف مع اطراف تانية عشان يوقع منصور. زي لما عمل في العمليه، جاب رجاله وسرقوا البضاعه والفلوس عشان بكده يقول لك منصور ده ما ينفعش يكون الكبير. محمود جواه كميه غل وحقد تكفي انه يحرق الجزيره كلها، والسبب هو غيرته من منصور وانهم مستكترين ان هو يكون الكبير، وان ليه ما يكونش عيله النجايحه او حد منهم هو الكبير مكانه. شخصيه محمود بتدور على لقطه واحده بس يحس فيها انه راجل. هو ما بيحاربش عشان المبدا، هو بيحارب عشان النقص اللي عنده. كل ده وصله ان يوم عزا منصور بدل ما يجي يعمل واجب جه وجايب رجاله معاه عشان يخلصوا على كل اللي في الصوان بما فيهم منصور. وانه حتى ما عملش احترام للحريم لما دخل بيت الكبير وقتل امه ومراته، وكان بيدور على ابنه عشان يخلص عليه وبكده يكون خلص على عيله الحفني كلها. بس الفرع اللي خلص من العيله هي الستات، والرجاله لسه موجوده، ومنصور هرب لحد ما يخطط للعوده. منصور بعد ما كان الكبير وكان بيتحرك براحته وصل بيه الحال انه عباره عن شخص من المطاريد، للدرجه اللي وصلته انه يكلم كريمه في عز الليل من تحت الشباك زي الحراميه. في تفصيله بينت الضعف اللي هو عايش فيه، ونزوله من على كرسي الكبير لشخص بيتحرك وكأنه من قطاع الطرق. محمود وعيلته مشكلتهم ان هم مش قاريين منصور كويس وناسيين المميزات اللي عنده مش عند اي حد تاني في الجزيره كلها، وشايفينه مجرد شخص من المدينه ما بيحبش يلبس الجلابيه زيهم. بس كل اللي عملوه ما ضعفش منصور، بل بالعكس رجعه اقوى من الاول تاني وخلوه يعرف طريق ملوش اخر من الرجاله والسلاح. اتحالف مع المطاريد ودول عددهم ملوش اخر، وراح جاب سلاح من السودان. ورجوع منصور المره دي للجزيره وهو بيخلص على النجايحه خلى عنده جنون العظمه اللي وصله ان بقى فوق البشر. وتحول منصور من شخص بيختفي في الليل لواحد بيخطف رجالته من المطاريد وهو واقف على جبل عالي فوقهم كدليل على المكان اللي هو مديها لنفسه وسطهم. ودي برضك تفصيله مهمه ما عدتش كده، ده باين لك ان منصور خلاص بقى فوق البشر وبيكلم الناس من فوق. وقال بيقولوا اللي بيقتل بيخش النار، بس النهارده بعد ما نخلصوا على النجايحه انا هدخلكم الجنه. هو عاوز يقول انه مش مجرد شخص عادي، هو بيحدد الثواب والعقاب، ويرجع يخلص على النجايحه وياخد بطار امه ومراته ويثبت حكمه مره تانية من جديد. وبدا يلعب مع العميد رشدي اللي سلموا ارهابيين كعربون محبه وبدايه شغل بينهم. ويكمل منصور اللي اتعلمه من ابوه ويلعب بيه مع العميد رشدي. ما كانش صدفه ان منصور يختبر ولاءه لما راح له بعربيه محمله افيون وقال له لزوم الضبطيه الجديده واسلمك مجرمين ومسجلين وهرب بضاعتي من الزراعي. عشان نعرف ان في اتفاق سري ما بيموتش. رشدي مش ظابط فاسد بالمعنى التقليدي اللي بياخد رشوه في جيبه، لا ده بيعمل توازنات. انا هسيب منصور يتاجر ويسيطر وفي المقابل يلم لي المطاريد ويقضي على الارهابيين ويحافظ على امان المنطقه، وبعد كده اعمل معاه زي صعق الناموس، اوفر له الدفء واول ما يقرب
اصطاده، بس في الحقيقه هو كان بيكبر لوحش خلاه في الاخر ياكله. رشدي كان بيحاول ياكل منصور ورجالته واحده في واحده، يمسك كل شويه ارهابيين ومسجلين وشحنه افيون او سلاح، ويظبطوا مين اللي هيتمسك في حمله بكره ومين هيتساب، في سبيل ان منصور ما يحتاجش للتهريب والطرق تتفتح له. العلاقه بينهم كانت مصالح وبس. رشدي بيوفر امن مؤقت لمنصور، ومنصور ظابط له الجزيره لحد ما يقع ويجي واحد تاني بعده. رشدي ما بقاش مجرد ظابط، بقى شريك منصور في جرايمه، والقضيه حولته لغطا سياسي بيحمي منصور، وفي المقابل يديله الترقيات واللقطه. لانك لو عملت شغلك بجد وتعاملت معاهم على انهم مجرمين خارجين عن القانون، ده ثمنه حرب وخسائر وهتبقى مجزره. فنلعب سياسه، فنعمل ديل نضمن بيه هدوء الجزيره. فرشدي اختار انه يغمي عينه لحد اللعبه ما وسعت. منصور مش مجرد مجرم عادي اللعبه دي تنفع معاه، هي تنفع مع غيره انما هو لا، لانه ببساطه ربط مصيره ككبير للجزيره بمصير كل الناس بما فيهم الحكومه. عايش اهل الجزيره ووفر لهم شغل وفاتح بيوتهم من تجارته ويصرف عليهم وخلاهم يحبوه بدل ما يخافوا منه، وبكده يكون ورط الكل في حرب شامله. حوادث منصور كترت وبقت تنزل في الجرايد، ووصل بيه الحال انه يقطع النور على المديريه، للدرجه اللي وصلت الداخليه انها تبعت ضباط في مهمه رسميه مع المديريه كمان. ودي كانت مهمه طارق ومجموعته. ضابط داخل الجزيره وفاكر ان الموضوع مجرم وحكومه طلقه وقانون، بس هو بيصطدم بالسياسه والواقع اللي موجود في الجزيره، وان القانون اللي جاي يطبقه ما ينفعش هنا. لان منصور قال له اول ما جه عندنا يا بيه العيال ما بتلعب عسكر وحراميه، العسكر هم اللي بيستخبوا، وساب له الكارت بتاعه وبعدها اختفى في الضلمه. المشهد اللي اتكلمنا عليه في اول الحلقه، وطارق شاف ده فعلا بيحصل قدامه. منصور بيتحرك بحريه والكل عامل له الف حساب. ووجود طارق في الجزيره بدل ما يوقع منصور بيكتشف ان رشدي جوز اخته شريك منصور. واتكشفت اللعبه بطريقه اخراجيه عبقريه جدا. الكارت اللي منصور سابهوله كان عليه اسم رشدي ونمره منصور، والسر ده اتكشف لما النور اتقطع على المديريه، ولما رجع كانت الحقيقه ظهرت او اتكشفت اللعبه اللي بداها ابوه سياده اللواء مع ابو منصور وكملها رشدي مع منصور. الحقيقه اللي خلت منصور لما ظهر لطارق في اول الفيلم خلت وشه مقسوم نصين، نص مضلم ونص منور، كدليل ان في علاقه خفيه. واستخدموا الضلمه في الفيلم عشان يعبروا عن العلاقه السريه اللي بتجمع الحكومه ومنصور. منصور كان ثبت الامبراطوريه وخلص على كل خصوم، وعاوز يحقق هدفه الاكبر انه يطلع الحكومه من الجزيره، وادى تعليماته وقال اللي يلمح فيكم طرف عسكري يطخه. وكبر منصور واتمرد على رشدي وقال من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه. وطلع ان منصور بيلعبهم زي ما بيلعبوه لحد ما يكبر ويطلعهم من الجزيره ويشتغل براحته. بس الكبير عنده نقطه ضعف واحده وهي كريمه، وزي ما قال رشدي هو اللي بيمشي ورا الحريم بيفلح. كل تحصينات منصور من رشاشات ورجاله واخده للرهاين من سكان الجزيره مسلمين وقباط، وزرع الغام للمدرعات، ووقوفه برجالته قدام الامن المركزي، واخد رشدي رهينه عشان يقبضوا على منصور. بس كل ده ما كانش مستاهل لحد ما كريمه ما جت واقنعته انه يسلم نفسه بعد ما كان ده شيء شبه مستحيل، واتحققت نبوءه رشدي. بس الحقيقه اللي الفيلم سابها لنا ان الجزيره مش مجرد حته ارض في الصعيد، الجزيره هي حاله من الاختيارات الكدابه اللي بنبرر بيها الغلط عشان نخليه صح. زي لما ابو منصور قال تبيع افيون، طب ما الحكومه بتبيع في المستشفيات. تبيع حته سلاح يقولوا عليك مجرم، تبيع 1000 يقولوا عليك وزير، وان اللي هيحاسبنا كلنا هو ربنا. والحقيقه دي جمله بيقولوها عشان يكسبوا وقت لجرايمهم لحد ما يقابلوا وجه كريم. وعلى نفس النهج بيكمل منصور تبريره لطريقه ان هو بقى كده عشان ابوه بقى كده، وانت يا طارق بيه بقيت كده عشان ابوك كان كده. والفكره في الاخر كل واحد فينا بيختار ايه لنفسه. وسؤالي ليك في اخر الحلقه، هل انت شايف ان منصور اختار مصيره ولا بيضحك على نفسه بجمله ان هو بقى كده عشان ابوه كان كده؟ هستنى ردك ورد عليك بنفسي. ودي كانت سينما ميرا وانا محمد ميرا. اشترك على القناه واعمل لايك وشير الفيديو مع اصحابك، وعلى ما نتقابل في حلقه جديده ممكن تتفرج على الحلقه اللي فاتت عن فيلم من 30 سنه، هسيب لك الرابط بتاعها في الجنب يا هنا يا هنا. وسلام.